السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا حبايبنا، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا، يا رب تكونوا بخير. معلش بقى غبنا عنكم شوية لظروف طارئة كده. وطبعا هنتكلم في موضوع كل يوم موضوع جديد احسن من اللي قبله. النهاردة هنتكلم في موضوع كويس جدا، يمكن يكون اتكلمنا في حاجات منه قبل كده. ان ليه بنفصل الأصوص يعني في الصيف عن الشتاء. الصيف بيشربوا ميه كتير وما بيكلفوش الزغلول كويس وبيبهدلوا الدنيا وما بيفرخوش كويس. تمام. إيه اللي بقى بينتج عن ان انت تفصلهم في الصيف برضو؟ ان النتاية تاخد صحتها وتتظبط وتاكل وتشرب كويس جدا والدنيا تبقى تمام. تيجي تديهم للشتاء، طبعا انت بتدي الاسوس كلها في وقت واحد. النتيجة بقى بتبقى ايه؟ ان انت بتفرخ مثلا عندك 20 قص، بربنا بيكرمك بتفرغ بالعشرة بال15 زغلول مرة واحدة. ده طبعا النتيجة ان انت تجوز اول باول مع بعض في اول الموسم. هتلاقي مثلا انت بتطلع الزغاليل مرة واحدة، يعني مثلا بتطلع 10 زغاليل، 6 زغاليل، 8 زغاليل، يعني زي كده. الحمد لله احنا عشان جوزنا كلهم في وقت قريب من بعض. الحمد لله. دي قص حصويتين، دي كده بشاري الموسم. وادي قص كمان حصويتين كده، عشان خاطر ايه كلهم مع بعض يعني. انا عشان ما عنديش حمام كتير، فمثلا كل اللي عندي مثلا حوالي 12 قص 15 قص. فبسم الله ما شاء الله، زي ما انت شايف حوالي 6 او 8 قصوص حصوا مع بعض. دي الميزه ان انت تيجي تفرخ تديهم كلهم في وقت واحد. الحمد لله. دي قص تاني بيطارد بعض. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. يعني كل ده كده يبيض، يبقى مثلا الفرق ما بين الزغلول والزغلول يومين 3 بالكتير، يعني مش اكتر من كده. هتلاقي نفسك بتفرغ برضو، حمامة كويسة والدنيا تمام والكلفة كويسة، وده كله هتعرف تفرغ. واستنونا في كل جديد وهنظبط الدنيا جامد قوي مع بعض. ولو عايز اي حاجة خش على القناة، هتلاقي الدنيا اتظبطت، يعني هتلاقي حاجات كتير قوي تفيدك وهتستفاد منها. سلام عليكم.